هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون ان احنا هنعمل بيتزا، بس مش اي بيتزا، هتبقى بيتزا زي اللعبه بتاعت البيتزا. اللي مش عارف لعبه البيتزا، هي لعبه مشهوره قوي دلوقتي. بنعمل كده بيتزا وبنديها للناس، هما بيطلبوا حاجات واحنا بنعملها لهم وبنديها لهم. فالنهارده هنجرب نشوف كام وصفه من البيتزا اللي هما بيطلبوها، وهنعملها وندوقها ونقيمها ونشوف حلوه ولا لا. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. بعد ما العجينه خمرت وكبرت وبقت حلوه، فهنبدا بقى نعمل اول حاجه. فانا هحط لكم الفيديو اللي انا بقلده هنا كده، وهوريكم اللي انا بعمله ونعمل مع بعض. والبيتزا دي هتكون جبنه وزيتون وصلصه بس كده. دي شيدر، بس شيدر بيضه. ودلوقتي هنحط اللي هي الشيدر العاديه الصفراء. ودلوقتي هنحط بقى جبنه رومي. واخر حاجه الزيتون. الزيتون بيتحط ازاي في اللعبه؟ بيتحط 12 من بره و6 من جوه. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ممكن نجيب دي هنا كده ونحط بقى في النص 6. 1 2 3 4 5 6. ودي كده اول بيتزا جاهزت معانا. تعالوا نكمل بقيه البيتزات. والبيتزا بتاعت دلوقتي هتكون عباره عن جبنه وصلصه بس. اكثر حاجه ممله بتبقى البيتزا اللي بالجبنه بس، بجد بيبقى طعمها ممل. بس ايه، احنا هنحط جبن كتير فيا رب تطلع حلوه. هنحط اول حاجه شيدر ابيض، ودلوقتي هنحط شيدر اصفر، واخر حاجه هتبقى الجبنه الرومي. والبيتزا دي هتبقى بيتزا لحوم، فانا هعملها بالتونه. ودلوقتي هحط بقى التونه. ودلوقتي اخر حاجه هنحط الجبنه، عشان هي بيتزا لحوم بس، فهنحط بقى جبنه ومش هنحط خضار. وده كان شكلها في الاخر. ويلا على البيتزا اللي بعدها. ودلوقتي الدور على البيتزا النباتيه. فالبيتزا النباتيه انا عملت لها صلصه تاني، هتبقى صلصه فيها بصل بدل ما احط حتت بصل عشان بيبقى طعمها سخيف. فالصوص ده فيه بصل. ودلوقتي جه دور الزيتون. وعشان دي صغيرة فحطينا على الحروف 6، وهحط في النص 1، وهحط فيها كمان مشروم. هنحط فيها 3 مشروم كده 4. واول بيتزا هجربها اللي هي اول واحده اللي كانت بالجبنه والزيتون. بسم الله. طعمها بيتزا بالزيتون، مش عاجباني قوي صراحه. ودي اللي هي اللي بالخضار. دور اللي بالجبنه بس. ودي بقى اللي هي بالتونه، اللي هي اللحوم. انا حطيت عليها تونه وجبنه فادوقها. فبصراحه احلى واحده كانت اللي بالتونه، وبعد كده اللي بالجبنه.